برأيك شو أسباب الطلاق بمجتمعنا حاليا؟ تتعدد الأسباب، منها ممكن حسب التفاهم، الأعمار تلعب دور، الحالة الاجتماعية، المادية، يعني في كتير أسباب. طيب الأعمار، برأيك أنت قديش الفرق المناسب بين الزوجين؟ ما بتوقع المهم العمر، يعني المهم أنه يكونوا اثنين متفاهمين على المعيشة، يكونوا متعرفين على بعض، بيعرفوا بعض، هذا الأهم بنظري. أنه مثلا 20 مثلا الشاب بتكون البنت 18، الشاب 25 أقل هي سنتين، حسب يعني ما بتفرق العمر، المهم يكونوا اثنين واعيين. طبعا. طيب برأيك الماديات والمظاهر عم تكون سبب رئيسي للطلاق؟ أكيد. اليوم أغلب الأسباب الطلاق هي المظاهر، صح؟ يعني لاني اليوم كان ممكن مثلا سابقا انه انا ما اشوف حدا في فرق كبير عني الاجتماعيا، اليوم انا عم بشوف مثلا اخي بحاله ماديه كثير منيحه وانا لا، فبصير في فروقات، هذا ممكن يسبب هذا الشيء، طلاق يعني. تمام. طيب وهذا الشيء السوشيال ميديا لعبت فيه دور؟ طبعا اكيد. هو السوشيال ميديا هي اللي وصلتنا، عم خلينا نشوف اشياء، انا عم بشوف بظهر لك بس الشغلات المنيحه بحياتي، فانت بتقول انه عن جد هذا الشخص عايش حياه منيحه وكذا وكذا، بس هو ما هي كل حياته، يعني في اكيد عنده جانب مظلم او جانب مو كل شيء جمال في حياته. طبعا. شو بتوجه نصيحة للمتزوجين حاليا؟ انه يكونوا متفاهمين اثنيناتهم مع بعضهم، ويكونوا مرتاحين في علاقتهم، وما يطلعوا على حياه غيرهم. يعني خلاص انا اليوم عايش منيح، هلا راح اعيش، عم باسس حياتي تساعد حياه زوجيه كريمه حلوه مع بعض مع الايام. الاكتفاء والرضا. تماما، الاكتفاء والرضا، هذا ملخص الكلام. تمام. الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك، شكرا كثير لك.